قصص وروايات ميدو، احنا بنبدأ الحكاية. والمفاجأة دايماً مستنياك في الآخر. المكان كان ضلمة وريحة الزنزانة خنقة. شاب عشريني قاعد على الأرض، ظهره للحيطة، عينه بصة في اللا شيء، متهم في قضية مخدرات وهو بريء. كل اللي عمله إنه كان في المكان الغلط في الوقت الغلط. زمان وهو ماشي في الحارة سمع صوت نونو صغير بيعيط. لف لقى كلب جيرمان شيبرد صغير بيتراعش من البرد. بصله وعيونه كانت كلها رجاء. أخده في حضنه وقال له: من النهاردة أنت مش لوحدك. الكلب كبر وبقى صاحبه في كل خطوة، بيناموا مع بعض، بياكلوا مع بعض، وصوته أول صوت بيسمعه الصبح. كان بيحس إن الكلب ده فهمه أكتر من البشر. في يوم صاحبه جاله وقال له: تعالى بس مشوار صغير، شغلانة تطلعنا من الهم. هو تردد لكن راح. الكلب كان واقف بعيد باصص ليهم كأنه حاسس إن في مصيبة جاية. دخلوا مخزن قديم، وفجأة شنطة مليانة فلوس ومخدرات. هو اتجمد في مكانه. صاحبه قال له: ما تقلقش، كله تمام. بس قلبه كان بيصرخ: انت وقعتني في فخ. أول ما خرجوا من المخزن عربية الشرطة كانت مستنياهم. قبضوا عليه وهو واقف مصدوم مش فاهم حاجة. صاحبه اختفى وسابه لوحده في المصيبة. الكلب بقى تايه، بيشم ريحة هدومه ويدور في كل حتة، بيهوهو على الباب اللي اتقفل عليه، بس محدش سمعه غير قلبه. الزنزانة برد والحزن مالي المكان. هو قاعد دموعه سايبة، بيقول لنفسه: أنا اتخدعت ودفعت التمن. بس الكلب لسه مستنيه بره. الدنيا كانت بتمطر والشارع فاضي. الكلب قاعد قدام باب القسم مبلول، عينه مش بتتحرك من الباب، مستني صاحبه يرجع حتى لو استنى العمر كله. ظابط شاف الكلب كل يوم قاعد مكانه، استغرب، قال: الكلب ده بيعمل ايه هنا؟ حاول يطرده، بس الكلب رجع تاني بنفس النظرة، بنفس الانتظار. الكلب وهو ماشي رجع لنفس المخزن اللي حصلت فيه المصيبة. كان بيشم الأرض وعينه بتدور على حاجة. لقى جاكيت صاحبه مرمي، شمه وبدأ يهز ديله، بس كان في ريحة تانية، ريحة شخص غريب. الكلب بدأ يجري ورا الريحة، راح من شارع لشارع وعينيه فيها تركيز، بيهوهو كل ما يقرب. وصل لعمارة قديمة، وقف قدام باب شقة في الدور التاني وبدأ ينبح بشدة. الناس خرجت من الشقق. في ايه؟ الكلب ده مجنون؟ بس واحدة قالت: الشقة دي مشبوهة من زمان. حد من الجيران بلغ الاسم. الضابط قال: ده الكلب اللي واقف قدام الباب كل يوم. قرر يروح يشوف بنفسه. البوليس دخل الشقة ولقوا اللي ما يتصدقش: شنط مخدرات، سلاح، وصاحب صاحبه هناك. الضابط اتصدم. يعني الكلب كان بيدلنا على العصابة؟ الكلب واقف، عينه على الضابط كأنه بيقول: أنا عملت اللي عليا. أثبت أن الولد بريء وأن صاحبه هو الراس الكبيرة، وكل ده بفضل كلب. اتفتح باب الزنزانة وهو خارج مش مصدق. لقى الكلب مستنيه بره، بيجري عليه وبينبح كأنه بيقول: وحشتني يا صاحبي. نزل على ركبته وحضن الكلب جامد، قال له: انت اللي انقذتني، انت اللي طلعتني من الظلمة. الصحف كتبت عن الكلب البطل، كلب ينقذ صاحبه من السجن. القصة انتشرت والناس كلها اتأثرت. الضابط نزل للكلب، بص له وقال: انت علمتنا إن الوفا مش بس للبشر. رجعوا مع بعض للمكان اللي بدأت فيه الحكاية. وقف قدامه وقال: هنا اتغيرت حياتنا، وهنا انتهى الكابوس. اتعين في شركة أمن، وهو والكلب بقوا فريق واحد، بيشتغلوا سوا وبينقذوا ناس تانية. أهل المنطقة استقبلوه زي البطل، والكلب بقى نجم في الشارع. كل طفل كان بيجري عليه يطبطب. وقف يبص للسما وقال:
كنت فاكر حياتي انتهت، بس ربنا بعتلي منقذ ب4 رجلين. بص للكلب وقال له: أنا كنت محتاجك أكتر ما كنت متخيل. الكلب هز ديله وعينه كلها حنية، صورة ليهم وهم ماشيين في الشارع، راجل وكلب، بس في الحقيقة أبطال. في عز الضلمة ممكن تلاقي نور، وفي وقت الخيانة ممكن تلاقي وفا، وممكن اللي ينقذك ما يكونش إنسان. ده كان جزء من حكايتنا، واللي جاي أحلى. اشترك في القناة وما تخليش القصة تفوتك. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم علشان البركة تحل علينا وعليكم. أستودعكم الله، ولنا لقاء آخر في القصة الجاية.